مصر اللي هتكسب ولا بلجيكا؟ احلى وجبتين هيتنافسوا النهارده معانا، زي ما هيتنافسوا في كرة القدم هيتنافسوا معانا في الاكلات. اكل مصري واكل بلجيكي. ايه رأيكم في الجمال بتاع الاكل المصري الخطير ده؟ وايه رأيكم في السندوتشات الخطيرة بتاعت بلجيكا؟ وزي ما مصر هتلاعب بلجيكا النهارده وان شاء الله هنكسب، هنعمل دلوقتي اكلتين مختلفين. قررت اعمل لكم اشهر ساندوتش موجود في بلجيكا واشهر اكله موجوده في مصر، وهنشوف النهارده زي ما مصر هتلاعب بلجيكا في الكوره، النهارده هنشوف مصر هتلاعب بلجيكا في الاكل، ونشوف انهي ساندوتش او احلى ساندوتش هيعجبكم النهارده، ويا ترى مين اللي هيكسب، مصر ولا بلجيكا. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. يلا نبدا كده مع بعض. اول حاجه معايا الكبه، هنعمل فيها النهارده الاكله المصريه الخطيره اللي كلنا بنحبها جدا وبنشتريها من بره، وهي الحواوشي. هنعمل النهارده الحواوشي على الطريقه المصريه جدا جدا اللي كلنا بنعشقه. هنبدا اول حاجه نجيب الكبه وهننزل بيها بالمكونات بتاعتنا، واول مكون هو الاساسي معانا في الحواوشي وهو البصل. معايا بصلتين قيمه نص كيلو كده، يكونوا كبار شويه، هنزل بيهم في الكبة. وتاني مكون معايا وهو الأساسي بعد البصل الفلفل الأخضر. معايا حوالي 5 قرون من الفلفل الرومي، وحوالي 3 قرون رفيعين كده حراقين من الفلفل الحراق مع الفلفل، وبعد كده ننزل ببقية المكونات. ودلوقتي بعد ما فرمنا الفلفل والبصل مع بعض وبقوا مفرومين قطع صغيرة خالص، هننزل بيهم دلوقتي باللحمة. اللحمة طبعا كميتها في ايدك انتي حسب العدد اللي هياكل الحواوشي. انا معايا دلوقتي نص كيلو من اللحمة. قبل ما اضرب اللحمه هنزل عليهم بالتوابل. التوابل بتاعتي عباره عن معلقه ملح كبيره، فلفل اسود، شويه من القرفه بس شويه يكونوا كبار شويه، حوالي معلقه كبيره مليانه من القرفه. وده مكون هتدعيلي عليه لما تجربي الحواوشي بيه، لان كل الناس اللي بتعمل حواوشي بره في المحلات بيستخدموا المكون بتاع القرفه دوت، وبيخلي طعمها حلو جدا. بضيف حاجه صغيره كده من عندي، رشه من جوز الطيب، وبتدي اللحمه بتاعت الحواوشي بتخلي ريحتها واصله لعندك لاخر الشارع، هتعجبك جدا. هنضرب بقى كل المكونات دي كده مع بعض وارجع لكم تاني. اللحمه اتفرمت معانا وبقت بالشكل الخطير دوت. اللحمه بقت جاهزه معانا جدا ان احنا نحشيها في العيش ونعمل بيها احلى حواوشي. دلوقتي جهزت معاكم شويه من الزيت على معلقه كده كبيره من السمنه، علشان الزيت بيدي قرمشه كده للعيش بتاع الحواوشي، والسمنه بتديله طراوه حلوه جدا. فناخد كده ميكس من الاتنين، سمنه على زيت، وهنبدا ندهن بيهم العيش اللي احنا هنحشي فيه الحواوشي. طبعا حواوشي يعني عيش بلدي. هنبدأ دلوقتي كده، انا مفتحة العيش ومجهزاه بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. هنبدأ دلوقتي ان احنا ندهن الحواوشي، ندهن العيش من جوه الاول قبل ما نحط فيه اللحمة، عشان اللحمة تبقى طعمها حلو كده واخدة من طعم السمنة والزيت مع بعض باللحمة في العيش. انتوا شايفينه ده كده، خلصت كده. هقلب كده العيش واديله دهنه من الزيت والسمنه على ظهر العيش كده بالمنظر ده، عشان كله يبقى واخد نفس اللون زي اللي بنشتريه جاهز كده من بره. اول رغيف حواوشي، وان شاء الله الاكله المصريه هي اللي هتكسب. وبعد ما خلصنا الحواوشي بالشكل الخطير اللي قدامكم دوت وحطيناه في الصاج كده بالمنظر دوت، هندخله الفرن على رف اوسط ونقيد النار من تحت بس على اعلى درجه حراره. ويا ريت لو نزلتوا الشبكه على اول درجه من الفرن، يعني الدرجه اللي تحت خالص اول درجه عندك، تحطي الصاج عليها وتقيدي النار على اعلى درجه. ما بيستحملش خالص، انا بحب اعمله في الفرن بدل ما اعمله في الطاسه، بصراحه بيديني نتيجه احسن بكتير، وهتشوفوها دلوقتي. وبعد ما هيستوي ويتحمر من تحت، هبدا ان انا اقلبه على الناحيه التانية عشان ياخد نفس اللون اللي خده من تحت. فهنبدا دلوقتي ندخله الفرن وهوريه لكم بعد ما اخلص. ودلوقتي حطينا الحواوشي في الفرن، اول وصفه الوصفه المصريه. ودلوقتي هنعمل اشهر ساندوتش موجود في بلجيكا، مشهور جدا هناك، وطعمه فعلا بيبقى حلو قوي قوي قوي، وسهل جدا على قد حلاوته على قد سهولته. تتوصى على النار، حطيت فيها شويه من الزيت، وهقلي فيها دلوقتي عندك 3 حاجات. ممكن تقلي فيها فراخ، ممكن تقلي لحمه تعمليها زي الشاورما كده، وممكن دلوقتي تعملي فيها برجر. انا هعمل النهارده الوصفه بالبرجر. هنعمل بقى تركايه حلوه قوي هتخلي الساندوتش معانا في حته تانية. وطبعا انا ما خرجتش عن القواعد اللي هما بيعملوها، هما بيعملوا التركه دي هي كمان. هنعمل ايه دلوقتي؟ معانا شويه بصل متقطعين جوليان، هننزل بيها في شويه الزيت اللي مكان التشويح والتحمير بتاع البرجر، عشان يتكرمل كده وياخد معانا لون حلو جدا. بصل متقطعين جوليان،
حمري الكلام ده كده مع بعض وخلي البصل ياخد معاكي لون حلو. عشان البصل ياخد معانا لون حلو ويتكرمل معانا لازم نضيف له معلقه كده من السكر، هتخلي طعمه مسكر شويه وفي نفس الوقت هياخد لون بني حلو قوي. معلقه مش مليانه قوي. وكده احنا وصلنا للون المتكرمل القمر اللي احنا عايزينه اهو. اللون ده الخطير ده هو ده اللون اللي انا عايزه اوصل له من كرمله البصل. بعد ما كرملنا البصل وحمرنا البرجر نبدا نعمل الساندوتش اللي احنا مستنيينه بتاع بلجيكا. هنعمل دلوقتي الساندوتش هوريكم شكله عامل ازاي. اول حاجه انا معايا عيش، حاولي تجيبي عيش لا اما يكون عيش فينو يكون كبير شويه لا اما العيش الفرنساوي، بس هو ده اللي احنا هنقدر نعمل فيه. وممكن تستخدمي العيش اللي هو الكايزر. هنبدا دلوقتي نعمل بقى الساندوتش الخطير اللي احنا كلنا هنستنى نشوفه شكله عامل ازاي. معايا مايونيز، معايا مستردة. خلصت المايونيز والمستردة، هنبدأ دلوقتي نضيف عليها شوية من الخس. وبعد ما حطينا الخس دلوقتي هننزل عليها بشرايح جبنة شيدر تديها طعم كده وتسيح جواها كده، واحنا كمان هندوب فيها بصراحة. ادي الجبنة الشيدر الشرايح اهي. هننزل عليها دلوقتي بالبرجر. نزلنا كده بالبطاطس، هننزل عليها دلوقتي بالبصل المكرمل. شوية البصل المكرمل دول في حتة تانية. ايه رأيكم؟ شفتوا الساندوتش عامل ازاي؟ بصوا الجمال والحلاوة. يا ترى هنشوف بلجيكا هتكسب ولا مصر؟ ده الساندوتش اشهر ساندوتش موجود في بلجيكا يا جماعة، جربوه بجد مش هتندموا، فعلا ريحته حلوة جدا. وده كان الطبق المصري بتاعنا الخطير والحواوشي القمر اللي انتوا شايفينه احلى مليون مرة من اللي تشتريه من بره. حواوشي مصري جدا، ممكن تجربوه. انا من رأيي مصر طبعا هي ان شاء الله اللي هتكسب. وفي اكلتنا الحلوة انا هسيب لكم الرأي بقى وانتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه احلى اكلة هتعجبكم، ولا بلجيكا. احلى وجبتين هيتنافسوا النهارده معانا زي ما هيتنافسوا في كرة القدم هيتنافسوا معانا في الاكلات، اكل مصري واكل بلجيكي. ايه رأيكم في الجمال بتاع الاكل المصري الخطير ده؟ وايه رأيكم في السندوتشات الخطيرة بتاعت بلجيكا؟ دوقوا وجربوا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، وما تنسوش تسيبوا كومنت حلو زيكم بالظبط. باي باي.